وفي تمام الساعة السادسة مساء من 20 يوليوز عام 1921 وصل محمد بن عبد الكريم الخطابي مع 1500 جندي. وفي تمام الساعة السادسة مساء من 20 يوليوز عام 1921 وصل محمد بن عبد الكريم الخطابي مع 1500 جندي إلى موقع أنوال لتشتغل الحرب حتى الصباح 21 يوليوز في نفس السنة. وانتهت الحرب بانتحار سيلفستري وموت الكولونيل موراليس اللي أرسل محمد بن عبد الكريم الخطابي جثته إلى ميليليا. وكانت من أهم النتائج كما يذكر الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي في مذكراته. وهنا ضحر الجيش المنظم والكثير العدد أمام قلة من المجاهدين. انهزم الجنرال سيلفستري الصديق الحميم للملك ألفونسو الثالث عشر ملك إسبانيا آنذاك، اللي كان يعد ملكه وجيشه والعالم بأنه سينتصر على الريفيين وسيشرب الشاي في بيت عبد الكريم الخطابي بأجدير. وهنا بدأت الانتصارات المتتالية للجيش الخطابي اللي وحد صفوف قبائل الريف شمال المغرب. ومن بين هذه القبائل قبائل بني ورياغل وتمتمان وبني توزين وباقي قبائل